ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المؤمنون، فيقول الله عز وجل في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. حديثنا إليكم اليوم أيها المؤمنون هو صلة لحديث الختام عن سلسلتنا المتصلة التي كانت تساق تحت نظم وتخط تحت رسم آثار الذنوب وكثرة العيوب على لب وسويداء القلوب. وأما صلة الكلام عن حديث الختام فهي عن أسباب اقتراف الآثام وأنواع الحرام. معاشر المؤمنين والمسلمين، إن من سبل التقى إلى لب الألباء وجدد الهدى إلى نفوس الأتقياء، وإن من طرائق إرضاء رب الأرض والسماء اصطفاء الأصفياء من القرناء واجتناب الأشقياء من الرفقاء. فكم من عبيد لبوا النداء وصدعوا إلى الاهتداء وانصهروا في البر والوفاء لما استأنسوا بالناس الفضلاء وتخيروا خيرة الأخلاء، حتى صاروا كالمصابيح في الظلماء يهتدي بهم العموم والدهماء. وكم من عبيد حصرهم الإغواء وفرق شملهم الضراء والبغاء، فتلبدت عليهم سماء الصفاء وتعكرت عليهم محاسن الأجواء، حتى صاروا هشيما تدروه الأهواء. وما مرد هذا الداء إلا من جراء الوسخين والقذرين من الأصدقاء والموسوسين والناهين عن المعروف من الجلساء، وعدم التفريق بين الطلحاء والصلحاء، والانجرار وراء الباغين والمفسدين والمنحرفين من الخرطاء، واتخاذ كل من تخللك من الأخلاء رفيقا ومؤنسا على حد سواء. فإن من أسباب اقتراف الآثام وأنواع الحرام اتخاذ الجلساء الطلحاء والإعراض عن القرناء الصلحاء. إخوة الإيمان، إن الصديق ما سمي صديقا إلا لصدقه في محبتك، والخليل ما سمي خليلا إلا لأن محبته إياك تتغلغل شغاف قلبك، فلا تدع فيه خللا إلا وملأته. فالصحبة والمصاحبة واتخاذ الخلان والإخوان جبل عليها بنو الإنسان، ولن يقوى أحد مهما كان
أن يعيش بعيدا عن فطرته التي فطره الله عليها. فالصديق اليوم هو من ضرورات الحياة وطبائع البشر، فالحياة محن وأحزان، والمرء ضعيف بنفسه كثير بإخوانه إذا ما كانوا له في النائبات أعوانا وفي الملمات إخوانا. ولا يشك عاقل أن أمثال هذه الخلة والمؤاخاة لها عواقبها في حياة المسلم، نتاجه أثر على سلوكه وخلقه. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وبعضها يقود إلى الشر وبعضها يهدي إلى الخير. وقد دل على هذا العقل والنقل والواقع والتجربة. فمن دلالة الشرع وتحذيره من رفقة السوء ما قصه سبحانه في كتابه وصوره تصويرا منقطع النظير والشبيه والمثيل لأناس وأقوام جمعتهم الصحبة الزائفة البائدة فغمرتهم مجالس الليل والنهار، ووأدتهم آثار الملاهي والمقاهي، وملأوا الأرجاء باللهو والعبث، وأثخنوا الساحات والطرقات بالذنوب وكثرة العيوب. فلما أوقفهم الله بين يديه لأنهم مسؤولون كانوا أشد عرضا على أياديهم مما حل بهم وخلفوه في الأيام الخاليات، يتمزقون أسفا وندما، يتلاومون ويتبرأ بعضهم من بعض. قال سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فلا جرم أن عاقبة الخذلان هي الهوان ولا ضير أن يأتي العذاب بعد الملام والعتاب. ثم يصور القرآن مشهدا آخر أكثر عظة وتذكرة لرجل كان على شفا جرف هار لولا أن الله عصمه من كيد صديقه وصاحبه وخلصه من ضلاله وغوايته. قال عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين أي صاحب وخليل يقول أئنك لمن المصدقين، إلى أن قال سبحانه: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تأملوا أيها المؤمنون كيف تنقلب الصحبة الجوفاء والبلهاء شرا وبلاء وتستحيل إلى فوهة بركان يقذف بالنار واللهب يوم يقوم الناس لرب العالمين. فانتظر يا من تصحب الغافلين، انتظر العداوة والمخاصمة والعراك في وقت لا ينفع فيه الملام ولا العتاب. ثم تأملوا في هذا المشهد العظيم المهول الذي ذكره سبحانه في سورة قاف فقال سبحانه: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى أن قال سبحانه: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهذا أيها المؤمنون بعض ما جاء في الكتاب العزيز في التحذير من الرفقة السيئة والخطة الفاسدة. فما من شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه. وقديما قيل: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصاحب الأرض فترضى مع الردي. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه
فإن استحب من منكر وإن استحيا من منكر شجعوه وهونوه، فهم له دعاة على طريق جهنم. وسل إن كنت سائلا، سل أصحاب السجون ومن هم خلف قضبان الحديد، وقل لهم ما الذي أرضاكم في هذه الأوحال والبراثين، فسيقولون بنغمة منكسرة إنه جليس السوء. وسل مرتكب الزنا ما الذي أوقعك في حبال الشيطان إنه قرين الخنا. وسل شارب الخمر لما ولغت وتتابعت وأفسدت دينك وآخرتك. وسل مرتكب الربا لما حاربت الله عز وجل، لما حاربته بهذه الأعراض المردية من آلات وسيارات وشاحنات وقروض. وسل مدمن المخدرات وشارب الدخان والنتن من التبر لما شوهتم جمال العقول وانتحلتم صفة المجنون والمخبول. فسيهتف الكل بالويل والثبور بأن الصاحب ساحب إلى أنواع الفجور ومختلف الشرور. فالغافل يحب الغافلين ويؤثرهم، والمؤمن يحب المؤمنين ويؤثرهم. فإن أجناس الناس كأجناس الطير، والطيور على أشكالها تقع، فإذا علم ما يثر. فإن كثيرا من الخلق إنما حصل له الضلال وجميع المفاسد بسبب خليله وقرينه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظروا من تخاللون، من هو دينهم، ما هو دينهم، وأين هو خلقهم، وما هي غاياتهم وأهدافهم، وكيف هي مناهجهم في الحياة. انظروا من يخالل أبناؤكم وتتبعوهم، سيما إن كانوا في فراغ من شغل أو دراسة، وازوروهم وتصلبوا لهم إن امتنعوا. ولا تلينوا الكلام ولا تخاطبوهم خطاب فتاة الخدر، فإنهم سبيلكم إما إلى جنة وإما إلى نار وبئس القرار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى من أهل الصفا، اشتعل بهم النور ومن طفى. معاشر المؤمنين والمسلمين، لقد أخطأ من قال إنه بمنأى وأمان من ضرر وشرر قرناء السوء، إن لم يتق منهم بوقاء ويوطى منهم بوطاء. ودونكم هذه الأقوال المأثورة، وهي قليل من كثير وغيض من فيض، لما تركه صلحاء هذه الأمة. فقد كان وظيفة حياتهم سلوكا ومنهجا، خوفا ووجلا من الندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاصغوا إليها ولا تكونوا من الغافلين. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان عن لقمان الحكيم أنه كان يقول: يا بني، لا تعد بعد تقوى الله عز وجل من أن تتخذ صاحبا صالحا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما في كتاب العزلة قال: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، فإنه لا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه. وذكر أن عيسى عليه السلام كان يقول: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ويزيد في علمكم كلامه، ويرغبكم في الآخرة عمله. وحدث الأصمعي عن أبيه أنه قال:
وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: الرجل أو الصاحب رقعة في قميص الرجل، فلينظر أحدكم بما يرقع قميصه. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: والله لأن أحمل الأحجار مع الأبرار الأخيار خير لي من أن آكل الخبيث مع الفجار. فصحبة الأخيار متحققة سواء كانوا أمواتا أم أحياء، وما هذه الآثار إلا صحبة منا لأخيار هذه الأمة. فإن الصاحب الخير والخلة الوفية هذه الأيام كأنهم كالكباريت الحمراء أو كالطائر العنقاء، ولكن لا بأس، فإن قل الأحياء الأوفياء فلنا غنية في الأموات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك وأنت أكرم من سئل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على